أنت لو تبعت النبي لكان اسمك شيعي 13، أنت شيعي 12 بدون النبي، تتبع 12 بعد النبي، لا تتبع النبي. فلا تقول أنا أتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي من بعد في كل مؤمن بعدي. حديث ضعيف، الألباني صحح بالطرق، هذا منهجه خاص فيه. علي ولي كل مؤمن بعدي، علي وهو ولي كل مؤمن بعدي. إلها طريقين، جعفر الضبعي وأجلخ الكندي، الاثنين شيعة ضعفاء ما نأخذ به. حديث كتاب الله وأهل بيتي بصحيح مسلم، هذا الحديث ما قلت عنه إنه ضعيف وأنت تكذب على الناس. الآن يا أستاذنا المحترم، نريد آية دليل انحصار العلم على أئمتك 12 في القرآن، ما فيه. شفت يا شباب، 3 مداخلات ما يجيب أبدا، 3 مداخلات أعطيته الفرصة ما يجيب أبدا. وأنا أتحداك الأحاديث اللي ذكرتها تقرأ تعليق الألباني عليها مع أنه صححها لو أخذنا التصحيح. علي بن أبي طالب قال هذا الحديث ليس فيه دلالة على خلافة علي ولا أنه يتقدم على شيخين، وأستطيع أن أحضر المصدر أمامك. الألباني خلف هذا الحديث، فلا تدلس على الناس وتستدل بأحاديث ضعيفة، والذي صححها بالطرق وبتعدد الطرق قال أنها ليست كما يزعم الشيعة. الآن أولي الأمر، جميل. الآن نشوف أولي الأمر في حياة الرسول من؟ مشرعة بحار الأنوار، آصف محسني. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال بالأسفل ما دل على الانحصار غير معتبر السند، وإن صح سنده فلا بد من تأويله، فإن فرض وجود أولي الأمر في حياة الرسول ينفي فرض الانحصار بالأئمة. هذا بالروايات عندك، كيف في القرآن؟ في الروايات عندك ما في حصر بالأئمة في هذه الآية، لأنه طاعة أولي الأمر مفروضة في حياة النبي. من هو ولي الأمر المطاع في حياة النبي؟ إذا كان معصوم منصب من قبل الله فهذا يلغي دور النبي عليه الصلاة والسلام. الآن المجلسي يقول أولي الأمر منكم كانت مثبتة فأسقطت، لا تقول تأويل وتدلس على الناس. وأجب على السؤال المعلق والذي لم نسمع عليه إجابة. تفضل.